الكل عارف ان بيودي باي كان واحد من اشهر اليوتيوبرز على المنصه، لدرجه انه كان بيزيد ملايين في الساعات، وكمان كان معروف بالمشاهدات الضخمه، وكانت قناته بيعرض فيها مقاطع فيديو مختلفه. بس للاسف فشل في النجاح في الفتره الاخيره، وفيديوهاته بقت ممله، ودلوقتي بقى بيجيب ال 2 مليون مشاهده بالعافيه. ايه السبب في كل اللي بيحصل ده؟ وايه اللي وصله لانه كان هيسيب اليوتيوب؟ وايه علاقه مستر بيست بفشل بيودي باي؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. بيودي باي يعتبر من اقدم اليوتيوبرز على المنصه دي، بدا اليوتيوب في 2010، يعني بقاله 13 سنه بينزل فيديوهات، وده ادى لانه بقى عنده اكتفاء ذاتي من المحتوى، لانه تقريبا جرب كل انواع المحتويات اللي ممكن تنزل على المنصه، وده كان من اكبر اسباب فشله، لانه بدا بمحتوى جيمنج وبيلعب العاب زي ماينكرافت وكول اوف ديوتي. بعد كده اتجه للفلوجات وفضل ينزل فيها شويه، وبعد كده اتجه للرياكشن، وبسبب انه كان بينتقل كل شويه من محتوى للتاني، ادى ده كله لانه يبقى عنده معجبين ومتابعين مختلفين الاعجاب، فبقى كل ما يغير محتوى يخسر المتابعين بتاع المحتوى اللي قبله. وزي ما قلنا ان بيودي باي كان بادئ اليوتيوب من زمان، وكان في فتره منافسه بينه وبين قناه تي سيريس الهنديه، لانهم في الوقت ده كانوا اكبر قناتين من حيث عدد المشتركين. الفتره دي اليوتيوبرز بداوا يدعموه ويشجعوا متابعينهم انهم يشتركوا عنده، فبعد المنافسه اللي حصلت دي المتابعين اللي عند بيودي باي ما كانوش جايين بسبب محتواه، وده ادى لهبوط المشاهدات بتاعته. اليوتيوب منصه متجدده، ودايما بتلاقي فيه يوتيوبرز بيظهروا جداد على المنصه بافكار جديده، زي مستر بيست اللي بيحاول كل فيديو انه يقدم فكره جديده وبيجدد من محتواه على طول، وده كان سبب انه يسحب الانظار كلها ليه، وسحب الشهره من يوتيوبرز كتير. واليوتيوبر اللي دايما بيجدد من محتواه ده بيخليه ينتشر بسرعه. بس على عكس تماما بيودي باي ما كانش بيجدد من محتواه، وتحسه كان بيعمل الفيديوهات تسليك وبس. بسبب تكرار المحتوى وعدم تجديده، ده ادى لان المتابعين يزهقوا منه ويبداوا يشوفوا يوتيوبرز تانيين بمحتوى افضل يقدروا يتفرجوا عليهم باستمتاع. وبالتالي لو عايز تنجح في مجال اليوتيوب لازم تهتم بتجديد المحتوى، وتحاول تكون مختلف وتعمل اشياء جديده، بالاضافه انك لازم تكون بتتفاعل مع الجمهور وتحاول ترد على التعليقات وتكون قريب منهم وما تتكبرش عليهم. بس ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وده فيديو ارقام غريبه حصلت في اليوتيوب.